السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض تقييم الأسبوع الثالث عشر، صفحة 56 57 58 59 60. نقول بسم الله. ما تنسوش يا أبطال تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد بأمر الله من حل التدريبات والواجبات. يلا يا أبطال. بيقولك هنا أول حاجة نشاط شفهي. بيقولك الناس من حولنا مختلفون في طباعهم وعاداتهم وطرق تعاملهم مع الآخرين، وهذا الاختلاف نعمة بيجب ان احنا نتقبلها. عبر عن رأيك في اختلاف عادات الناس لكل طالب دقيقة. طبعا ده بيكون نشاط في الفصل. النشاط التاني بيقول لك بقى ايه، تعبير كتابي. بيقول لك هنا يا بطل حضرت افتتاح مهرجان الزهور النادرة ذات الألوان والروائح والأشكال المتنوعة والمختلفة في المتحف الزراعي. اكتب يوميات حضورك المهرجان مراعيا الزمان والمكان والجملة الافتتاحية والختامية. ويلا بينا نقول بسم الله. هنا يا بطلة تكتب وتقول اليوم الأحد التاريخ 23/10/2025. هتقول يومياتي في مهرجان الزهور النادرة، ده العنوان. هتكتب اليوم كان رائعا، فقد حضرت اليوم افتتاح مهرجان الزهور النادرة في المتحف الزراعي وكانت تجربة ساحرة حقا. شاهدت زهورا لم أراها من قبل بألوان زاهية وروائح عطرة وأحجام وأشكال مذهلة. استمتعت بجمال الطبيعة وشعرت بالسعادة وأنا ألتقط الصور. أتمنى زيارة المهرجان مرة أخرى قبل انتهائه. كان اليوم مميزا ومختلفا. وتوقع يا حبايبي، كل واحد يوقع اسمه. خلاص يا أبطال. على النشاط اللي بعد كده بيقول لك الأداءات المنزلية. اكتب عن يوم الأجازة الأسبوعية وكيف تقضيه مراعيا عناصر كتابة اليوميات في حدود 70 كلمة. هتقول يوم أجازتي الممتعة. استيقظت اليوم متأخرا لأنها أجازة، فقد كان اليوم ممتعا ومفيدا. تناولت الإفطار ثم ساعدت أمي قليلا في ترتيب الغرفة ولعبت مع أختي في الحديقة ثم شاهدت برنامجي المفضل على التلفاز. وفي المساء اجتمعت العائلة لتتناول العشاء وتبادل القصص المضحكة. أحب يوم الأجازة لأنه فرصة للراحة والاسترخاء مع عائلتي وأصدقائي. دي كانت صفحة 56 يا بطل. يلا بينا على صفحة 57. متنسوش يا حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة من حل التقييمات والواجبات توصل لكم إن شاء الله. يلا بينا. صفحة 57 يا أبطال. بيقول لك نشاط انظر إلى الصورة ثم عبر عنها بفقرة مسترشدا بما ورد في نص جمال التنوع. هتقول له الأصدقاء متنوعون في الشكل واللون واللغة، ورغم تنوعهم هم أصدقاء، فهذا الاختلاف بيجعل حياتهم أجمل. هذا الاختلاف بيجعل حياتهم إيه؟ بيجعل حياتهم أجمل. هنا بيقول لك بعد قراءة النص قراءة جهرية تأمل الأبيات ومعانيها ثم أجب. الفكرة الرئيسية للنص هتقول له أهمية التنوع والاختلاف. أهمية التنوع والاختلاف. الفكرة الفرعية تقول له اختلاف الأذواق بين الناس. اختلاف الأذواق بين إيه؟ بين الناس. والفكرة الفرعية الثانية تقول له الناس متساوون. الناس متساوون. من كاتب النص الشعري وماذا تعرف عنه؟ هتقول له محمد أحمد حسن. محمد أحمد حسن، وده شاعر مصري شاب ولد عام 1990 ويلقب بمصر بمحمد عرب صالح. بمحمد عرب صالح. وصف الشاعر الطبيعة والناس باللوحة المليئة بالألوان. باللوحة المليئة بالألوان. تكرار كلمة لون في الأبيات بيفيد التنوع والجمال والتأكيد على الاختلاف. التنوع والجمال والتأكيد على الاختلاف. كلمتين بينهما ترادف هتقول له تباينوا واختلفوا. تباين واختلفوا. ما سبب بناء الحضارات في نظر الشاعر؟ الحضارات بتبنى بإيه؟ هتقول له عن طريق التعاون والتنوع والاختلاف. التعاون والتنوع والاختلاف. يلا يا بطل. ما وجه الشبه بين الناس والحروف؟ هتقول له التساوي. هنا صح وخطأ. بيقول لك استخرج من القصيدة بيتا شعريا بيفيد تنوع ألوان الطبيعة. هتقول له ما بين لوحة أو ما بين لون ولون لوحة كملت هذه الطبيعة. ما بين لون ولون لوحة كملت هذه الطبيعة. دي صفحة 57 يا أبطال. يلا بينا حبيبي على صفحة 58.
صفحة 58 يا شباب بيقول لك ما الفكرة الرئيسية للنص؟ هتقول له طبيعة الاختلاف والتكامل. طبيعة الاختلاف والتكامل. ما الفكرة الفرعية للنص؟ هتقول له كلنا مختلفون. كلنا مختلفون. ما القيم التي تتضمنها النص؟ هتقول له احترام الاختلاف. احترام الاختلاف. ما الكلمات الجديدة التي تعلمتها من هذا النص؟ هنقول له التنوع والتعايش. التنوع والتعايش. بيقول لك هات لي مضاد عامة من الفقرة. هنا هتقول له كلمات خاصة. عامة عكسها ايه؟ خاصة. طب مفرد او مرادف معنى جزئيات هتقول له تفاصيل. جزئيات بمعنى ايه؟ هتقول له تفاصيل. طيب مفرد وجوه وجه. مفرد وجوه وجه. ما الذي يميز شعب عن آخر كما فهمت من الفقرة؟ هتقول له كل منا تفاصيل ووجهته المميزة، ولكل شعب سماته الخاصة التي يتميز بها. دي جبت السؤال رقم ب. هنا بيقول لك رقم ج، في رأيك كيف يمكن أن يساعد اختلاف الشعوب في تقدم البلاد؟ هتقول له عن طريق التعاون. عن طريق التعاون. من خلال الفقرة السابقة استخرج اسم موصول. هتقول له كلمات التي. فعل مضارع هتقول له يتميز. يتميز دي فعل مضارع. هنا مفعول لأجله هتقول له كلمة حفاظا. مفعول لأجله هتقول له كلمة ايه؟ حفاظا. كلمة بها همزة متطرفة على الألف هتقول له كلمة يلجأ. طيب هنا يا حبايبي بيقول لك السؤال ده هنا خط، بيقول لك حسن خطك هتكتبه. ده سؤال الخامس ده. المهرجان العالمي للعلوم مهرجان علمي بيقام في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأ التخطيط له كحدث سنوي ابتداء من 2008. شارك فيه جميع الدول من شتى بقاع الأرض. تخيل أنك شاركت في المهرجان واكتب يومياتك. تعال نشوف هنكتب ايه. هتقول له يومياتي في مهرجان نيويورك العالمي. يومياتي في مهرجان نيويورك العالمي. اليوم كان خياليا، لقد شاركت في مهرجان نيويورك العالمي للعلوم الذي بدأ منذ عام 2008 وتشارك فيه كل دول العالم. زرت جناح الفضاء ورأيت نموذجا كبيرا لصاروخ ضخم. وفي جناح الطب تعلمت كيف يعمل الجسم الإنسان بطريقة مذهلة أو مدهشة. وأكثر ما أعجبني هو جناح الروبوتات. كانت روبوتات صغيرة بتتحرك وتتكلم. شاهدت أطفالا من اليابان وألمانيا بيعرضون اختراعاتهم. هذا المهرجان جعلني أحب العلوم أكثر وأحلم أن أكون أو أن أصبح عالما مشهورا يوما ما. خلاص يا أبطال. دي صفحة 59 يا شباب. بيقول لك هنا مرادف تبقى يعني تظل. مفرد العقول العقل. صح وخطأ. اختلاف الآراء دائما بيفسد العلاقة بين الناس. خطأ. بيساعد اختلاف العقول إلى التكامل في المجتمع. هتقول له صح. ماذا يطلب الشاعر من الإنسان في الأبيات السابقة؟ هتقول له البقاء في الود وعدم الاختلاف. البقاء في الود وعدم الاختلاف. من خلال الأبيات فعل مضارع هتقول له يختفي. أداة نداء هتقول له يا. اسم مجرور هتقول له ودها. ودها. طيب هنا حبايبي بيقول لك مضاد ود. الود عكسه الكره. مرادف دوما. دوما عكسها ايه؟ مرادف دوما معناها ايه؟ دوما يعني ايه؟ دائما. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ربنا ينجحكم جميعا يا رب. ما تنسوش يا حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو. اشتركوا في القناه عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم من حال التقييمات. مع السلامه يا حبايبي.